لا ما هي دي سكريبتات كوره معروفه، دي سكريبتات كوره ومفهومه وخلاص شبعنا منها، شبعنا منها بجد. لما بتبقى راكب فرقه زي مانشستر سيتي ومتعادل معاها ومتقدم عليها من واحد من خسران 1-0 بيت 1-1 و2-1 في دقيقتين، في دقيقتين تقريبا او 3 دقايق، في دقيقتين بالظبط، دقيقتين ونص، وفي الاخر تضيع كمان فرص، وفي الاخر كمان مش عاجبك وبتضيع فرص وحوارات، فانت لازم تستقبل، لازم تستقبل، وبدل الجون كمان تستقبل جونين. ايوه لازم انت تستقبل جون لا تستقبل جونين كمان. وحاجه كمان لازم مبابي، لازم مبابي بجد، لان مبابي لو موجود في ماتش زي ده، مبابي كان على الاقل هاتريك. مبابي على الاقل في ماتش زي ده لو موجود وجات له الفرص دي على الاقل هاتريك بدون استثناء، هاتريك بدون مبالغه حرفيا. ضيعت كميه فرص انت شوط اول وشوط تاني وزيد شوط اول. رجعوا كمانشستر سيتي كفريق كبير، كفريق من اقوى فرق في اوروبا، يمكن اقوى فريق في اوروبا حرفيا واقوى فريق في العالم، انت بتمسكه دلوقتي هينه وبتضيع عليه وراكبه، فتروح انت يروح جاي في الجون، جاي في الجونين، خلاص. ما ده طبيعي لازم يجمع نفسه ويجمع شتات نفسه، يبدا يجمعوا نفسهم تاني. انت بتضيع قدام فرقه زي مانشستر سيتي، فلازم يجمع نفسه تاني ويبدا يركز، يبدا يستحوذ عليك، يبدا يجيب فيك جوان. ده طبيعي 100%. انما مش طبيعي ان انت تضيع الفرص دي كلها، ومش طبيعي ان انت تستنى ان انت تعمل حاجه هناك في الاتحاد، ده مش طبيعي، لان الرجاله كلها ترجع، ولسه بقى دي بروين معانا في العوده ووكر والدنيا، ففي السيناريوهات بقت معروفه خلاص، فاحنا ايه ما فيهاش، ما تستناش حاجه بقى، ما تستناش حاجه في ماتش العوده. هتستنى برده في ماتش العوده ان انت تفضل عامل كومبات برده في الدفاع، وتعتمد برده على الهجمه المرتده، تفضل عامل كومبات في الدفاع وتعتمد على الهجمه المرتده. وفينيسيوس ورودريجو وقعوا، تعبوا بدنيا، وقعوا، حاجه حصلت لهم، ريال مدريد كلها وقعت حرفيا. احنا بنلعب لاعبين 3 ضد الفرقه كلها، وده شيء مش طبيعي يعني. حاجه كمان بقى ان فالفيردي يعني عارف اللي هو يقول لك ايه، انت لو ازاي مثلا مش هتستنى مثلا عيد بعد رمضان، اكيد في عيد بعد رمضان، اوعى تستنى برضو ان فالفيردي ما يبذلش 100% من مجهوده حرفيا. واتاكد 100% ان فالفيردي بعيدا عن الجون الخرافي اللي جابه، اتاكد ان فالفيردي هيبذل 100% من مجهوده. انت عندك حظ شويه في الجونين اللي انت جبتهم الاول والثاني، بس برضو الحظ ما بيجيش غير للمجتهدين وللناس اللي تعبت. بس انت بتضيع قدام فرقه زي مانشستر سيتي، لازم تستقبل. ودي سكريبتات كوره معروفه من ابد الابدين، من 1000 سنه في الكوره دي معروفه. هتضيع قدام فرقه قويه، فرقه ضعيفه، فرقه اي حاجه، هتستقبل. وما بالك بقى ده مانشستر سيتي، ماتش الذهاب في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد في البرنابيو، انتهى 3-3، ماتش يطلعنا احنا، بس لسه في عوده وكل ثقه في ريال مدريد وانشيلوتي. فسلام.